السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم إزاي حولت اللابتوب لشاشة إضافية للكمبيوتر عن طريق كيبل لان. في طرق تانية كتير وبرامج عن طريق شبكة النت، بس دي أفضل طريقة عشان جودة الصورة والفريمات العالية كأنك موصل ديسبلاي كيبل بالظبط. مش هطول أكتر من كده وخلينا نبدأ. أول حاجة هنحمل من علي الكمبيوتر الأساسي، هنحمل برنامج سبيس ديسك. هنحمل الدرايفر عشان ده الجهاز الأساسي أنا محمله قبل كده. هتثبته عادي خالص، أنا مثبته قبل كده، عشان كده النكست مقفولة عندك هنكون مفتوحة. الخطوة رقم 2 هنضغط زرار R بلس ويندوز، هنكتب الأمر ده وبعدين على ايزرنت نضغط بروبرتيز، على انترنت بروتوكول نضغط بروبرتيز. هي هتكون عندك كده، اضغط use the following IP address وبعدين اكتب الأرقام دي، وكده نكون خلصنا الجهاز الأساسي. ننتقل على الجهاز هنخليه شاشة ثانوية. كده جينا على الجهاز اللي هنخليه يكون شاشة ثانية، نحمل نفس التطبيق ولكن الفيور، ونختار ويندوز. تقدر تحمله من هنا أو من مايكروسوفت ستور. لو ما عندكش مايكروسوفت ستور اضغط داونلود، ثبته عادي. أنا مثبته عشان كده ظهر لي أبديت. نروح لخطوة رقم 2 وهي نفس الكمبيوتر، هنضغط زرار R بلس ويندوز، هنكتب الأمر ده وبعدين على ايزرنت نضغط بروبرتيز، على انترنت بروتوكول نضغط بروبرتيز. هتكتب نفس الأكواد، ولكن الجهاز اللي هيكون شاشة ثانية نكتب عنده رقم 2 بالشكل ده. بعد كده هتفتح البرنامج عادي، هتلاقي الكمبيوتر ظاهر لتحت ده لو عايز توصل عن طريق الشبكة، بس ما انصحكش عشان الصورة هتقطع جامد. هنضغط على أول، هتلاقي شاشة الكمبيوتر ظهرت مباشرة زي ما انتم شايفين. هسحب برنامج تسجيل الشاشة من الشاشة الرئيسية لللابتوب. زي ما انتم شايفين الجودة والفريمات كويسين جدا، مفيش تقطيع نهائيا، وهو ده هدف استخدام كيبل اللان. بعدين خلينا نتكلم عن ازاي نتحكم في جودة الشاشة. نضغط عليا الثلاث نقط وبعدين settings، دي عشان الفريمات، والشريط الفوق عشان جودة الصورة. تقدر تتحكم زي ما انت عايز. كده احنا خلصنا. في حاجة عايز اتكلم عنها على الكمبيوتر الأساسي، هتيجي على سطح المكتب كليك يمين وبعدين display settings. رقم 2 دي شاشة اللابتوب، واللي عليها رقم 1 الشاشة الأساسية. تقدر تتحكم في مكانهم حسب ترتيب المكتب عندك، سواء حاطط اللاب على يمينك أو شمالك وهكذا. وبس كده، بفضل الله خلصنا. ما تنساش اللايك والاشتراك، وبس سلام.